النهارده هقول لكم على سر من اسرار المصانع. ازاي بنفرز الملوخيه الخضراء بالطريقه اللي بتخليها زي اللي بنشتريها جاهزه بالظبط، نفس اللون نفس الريحه ونفس القوام. لو جربتي الطريقه دي مستحيل ترجعي لاي طريقه تانية. تعالوا نشوفوا مع بعض خطوه بخطوه ازاي تخزن الملوخيه زي المحترفين. وده احسن وقت لتفريز الملوخيه، وموجوده في السوق كتيره جدا وسعرها حلو. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه بتجيبي كميه الملوخيه اللي انت عايزاه وبتقطفيها وبتسيبي فيها العروق زي ما انتوا شايفين كده، لان العروق دي هي اللي بتخلي الملوخيه فيها عرق وبتبقى حلوه جدا. بعد كده بتغسليها كويس جدا وهتنقعيها شويه في ميه وشويه خل. بتسيبيها منقوعه في حبه ميه وحبه خل، ما تزوديش عن نص ساعه. وبعد كده بتشيلي الملوخيه بايدك، ما تشيلهاش بكبشه او انك تصفيها علشان الشوايب اللي في الميه ما تشيلش معاها. بتشيليها في ايدك وبعد كده بتنشفيها كويس جدا من الميه زي ما انتوا شايفين. ممكن تحطيها في فوطه نضيفه وبتنشفيها على فوطه. انا هنا عندي المنشفه بتاع الخضار فبتنشفها حلو جدا وبتنزل الميه منها. معايا حله على النار فيها شويه ميه بيغلوا. اهم حاجه اول ما الميه تبدا انها تغلي هضيف الملوخيه، وكميه الملوخيه اللي انا مستخدماها في الفيديو كيلو واحد من الملوخيه، وهنشوف هيطلع معانا كام كيس ملوخيه. الطريقه دي ما عنتيش هتشتري الملوخيه جاهزه تاني من بره. عايزه اقولك ان الطريقه دي من اسرار المصانع. دلوقتي اول ما ابدا ان انا الاقيها اخدت غلوه معايا هبدا ان انا اشيلها من الميه. بالطريقه دي انا هعملها بالهاند بلندر. لو انتي مش متوفر عندك الهاند بلندر وعندك خلاط او كبه، ممكن تعمليها في الخلاط او تعمليها في الكبه. هطلع بقى الملوخيه بتاعتي كلها من الميه وهصفيها كويس جدا علشان خاطر ما يبقاش فيها ميه. ممكن يبقى فيها ميه بس بنسبه قليله جدا، مش مشكله عادي. هيبقى في بوله جنبي كده زي ما انتوا شايفين، وهضيف فيها الملوخيه بتاعتنا اللي احنا صفيناها كويس. هنا الملوخيه بتاعتنا بعد ما صفيناها. معايا هنا نص معلقه من السكر، والنص معلقه دي على كيلو الملوخيه. والسكر هنا ماده حافظه. وهحط كوبايه ميه على كيلو الملوخيه، بس الميه تكون ساقعه جدا. لو حابه تحطي شوربه حطي شوربه عادي مفيش اي مشكله، بس المهم ان الشوربه تكون ساقعه برضو جدا. وهضرب كويس جدا بالهاند بلندر لحد ما الاقيها اتضربت واتفرمت كويس جدا والملوخيه بتاعتنا بقت زي الفل. وده القوام المطلوب بالظبط. كيس تلاجة بقى وهقسمها وهخرج. اهم حاجة بعد ما اضيف الملوخية في قلب الكيس، طبعا انتي بتحطي الملوخية في الكيس وهتقسمي الاكياس على قد الطبخة بتاعتك. واهم حاجة بعد ما اضيف الملوخية زي ما انتوا شايفين كده هطلع منها الهواء، علشان طبعا الهواء ده هو اللي بيخلي الملوخية تسود. بصي بقى القوام عامل ازاي، وعامله عرق حلو جدا. مدة الحفظ حوالي 8 شهور. وزي ما قلتلك مقدار الكيس ده على قد طبختك انتي. وده شكل الملوخية بعد ما دخلت الفريزر واتجمدت، وده شكلها بعد اسبوع بالظبط. تعالوا بقى نعمل الملوخية بتاعتنا بعد ما فرزناها في التلاجة. اهم حاجة هسيب الملوخية تبرد كويس جدا من التلاجة وهسيبها تفك شوية. معايا شوربة على النار، اول ما تبدأ تغلي هبدأ ان انا اضيف لها مكعب مرقة دجاج وفصين من الثوم نيين. وطبعا احنا مش بنحط الشوربة كتير في الاول علشان ما يبقاش الملوخية طالعة، ممكن الشوربة تزيد معاكي الملوخية تبقى خفيفة جدا. احنا بنحط كمية شوربة بسيطة في الاول، وبعد كده لو لقينا الملوخية محتاجة انها تزيد شوية بنزود الشوربة حاجة بسيطة. شايفين لونها اخضر حلو جدا ازاي، ولونها مسودش خالص. وللعلم زي ما انا ما قلت لكم الملوخيه دي بعد تفريزها باسبوع بالظبط.
شايفين القوام وفيها عرق حلو جدا. وطبعا احنا حطينا الملوخيه اول ما بدات الشوربه تغلي معانا شويه، بدات ان انا احط الملوخيه اول ما بدات ان الشوربه تبدا تغلي. وشايفين العرق بتاعها فظيع ولونها كان فظيع جدا. طبعا هنا معايا التقليه بتاعه التوم بتاعه الملوخيه. معانا هنا التوم ومعايا سمنه بلدي. طبعا السمنه البلدي بتدي للاكل طعم تاني خالص. هبدا احمر التومه بتاعتي شويه، واول ما ابدا ان انا الاقيها دخلت في اللون الذهبي هبدا ان انا احط لها كزبره ناشفه. الكزبره الناشفه بتتحط في الاخر، بلاش تتحط في الاول علشان تبقى ظاهره كده وباينه في التقليه. هنا لونها بدا ان هو يغير معايا ولونها بدا يصفر شويه. هبدا ان انا احط بقى الكزبره الناشفه، وطبعا هقلبها برضو تاني كويس جدا لحد ما الاقي لونها اتغير معايا. وهنزل بيها على الملوخيه بتاعتنا. الطشه الجامده بتاعت الملوخيه بتاعتنا. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ شايفين الملوخيه حلوه خضرة ازاي وما اسودتش وما غيرتش لون خالص، من غير بيكنج صودا ولا اي حاجه خالص. ودي بتكون الوصفه بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تتابعوا كل جديد القناه بتنزله.